السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضر معكم فيديو جديد. غادي ندير العنقره مخضره بالبصله الصغيره. كنت ديجا حضرته معكم بالدجاج بطريقه اخرى، وهذه طريقه اخرى باللحم. كما كتشوفوا معايا عندي البصله وعندي اللحم، كيلو ونص ديال اللحم وجوج كيلو ديال البصله الصغيره والعطريه الخرقوم والسكنجبير البزار وزعفران مشعره والقرفه وزلافه د اللوز. هنا عندي 4 الحبات ديال الثومه والبصل وحبه ديال البصله. كما كتشوفوا معايا في الطنجره حكينا الثومه، وغادي نقطع داك الحبه ديال البصله وغادي نزيد عليه الزيت والمليحه ونخليه كيتشحر. ملي كندير الدجاج ما كنقطعش البصله وندير الثومه، كندير غير البصله والعطريه كما كتشوفوا، وكنخليه كيطيب شويه عليه بلا ما. دابا حيت اللحم كيبغي شي شويه ديال الطياب، دونك غنشحرو شي شويه هو الاول، عاد من بعد نرميلو العطريه والبصله ونقص عليه العافيه ونخليه كيطيب. ممكن تحسبوا له في الطياب واحد 5 سوايع وناقصين عليه حتى لحد وخليه كيطيب 5 سوايع حتى 6 سوايع. المهم خليه كيطيب حتى كتجي مريقه واقفه. في المقله ضفت اللوز ودزت عليه الزيت وغادي نشعل عليه النار نخليه حتى كيتحمر اللوز. كنحيدو صافي. المهم نحيدو غادي نديرو في داك الكاريط ديال اسويتون ونخليه كيشرب داك الزيت، يتحيد منه داك الزيت فاش خليناه باش ندوزو للطنجره. ديجا غادي نلقاوها دابا صافي تقلات مزيان، غادي نرميو لها العطريه ونرميو لها البصله صافي. من بعد ما تقلت لينا الطنجره مزيان غادي نرمي التعويضات ديال القرفه والعطريه ونزيد عليه البصيله ونحركها مزيان ونقص عليها العافيه ونخليها كطيب. من بعد ما طاب لينا اللحم كنحيدو في واحد الكاسرونه، كنزيد نشحر شي شويه داك البصيله حتى كتوقف المريقه، حيت كنلقى ديك البصله طلقات داك الماء ديالها، دونك كنحيد اللحم ونخليها تشحر صافي. كنديرو في الطاجين وكنزينو باللوز مقلي، وكنحضر معاه هاد لاصالاد كما كتشوفوا معايا. وبالصحه والراحه.